يو بقى يا عادل، انتظار كل ده مع مين يا عادل؟ ماشي ماشي، هفضل وراك برضو. يا عادل يا عادل، انت ليه بتعمل كده فيا؟ طيب بقول لك ايه، معلش بس ابويا بيرن عليا، ممكن تقفلي وهرجع اتصل بيكي تاني. يا عادل عشان خاطر يفك البلوك، والله العظيم ما هعمل كل اللي يريحك. انت عارف ان انا بحبك ومش قادره ان انا استغنى عنك. يا عادل انت مش عارف اللي انا فيه، انا اقسم بالله واقفه في الدور ال 15، واقفه فوق السطوع. والله لو ما سمعت كلامي وريحتني في اللي انا عايزاه والله العظيم هنط دلوقتي. انت وعدتني ان انت هتيجي تقابل بابا قريب، ليه رجعت في كلامك يا عادل؟ انا عملت ايه بس؟ يا بنت هتصل بيكي تاني، ما خلاص بقى اقفلي، يلا سلام. ايه يا استاذ عادل، مش بقالي ساعتين برن عليك بتكلم مين كل ده؟ ايه يا عادل، لو كل ده برن عليك ما بتردش عليا ليه؟ ماشي، ايه هنتقابل امتى؟ يوه ماشي يا عادل، ماشي مستنياك اهو. والله انا فرحانه فيكم انتوا الاثنين، تستاهلوا. طب ما انتوا عارفين ان هو ولا بيحبك ولا بيحبها ولا يخطبك ولا يخطبها، هو عادل يعني عويل لو عايز يخطب. بس برضه الواحد برضه دول ولايه، والواحد يخاف ان هو يترد له. هو عادل اخويا بيعمل كده ليه؟ لا لا، انا لازم اروح واتكلم مع البنات دي واقول لهم الحقيقه، ما ينفعش ان انا اسكت بصراحه. برضه مشغول لسه كل ده بكلم وهيفضل بابا؟ مشغول العمر كله يا عهد. يا عادل حبيبتي، هو انت بتضحكي على نفسك ليه؟ انا عادل اخويا مش بتاع جواز يا ناس، مش بتاع جواز. عادل بيكلم غيرك وبيكلم غيرك، وغيرك بترن عليه، وغيرك بتتحط بلوك، وغيرك بيتحط نمبر بيزي. فبعد اذنك فوقي لنفسك يا عادل. على فكره انا مش خايفه عليكي، انا مش هقول لك الكلام ده يا بابا. طب هو ليه بيعمل كده؟ هو وعدني والله. عادل اخويا يوم ما يخطب واحده هياخد واحده، هو ولا ماشي معاها ولا عارفها ولا كلمها في التليفون. انا مش ماشي معايا، انا موعدني بالجواز، انت بتتكلمي في ايه؟ وانا مش وحشه. هياخدك والله يا عادل، انا ما بقولش ان انت وحشه، واخويا يستاهل اللي يجراله، بس انا جايه بخلص ذمتي من ربنا قدامك. انا اخويا مش هياخدك. فوقي لنفسك يا عهد، فوقي لنفسك. اخويا ما بيعرفش حتى يحب نفسه، ما بيعرفش يحب اللي منه، هيعرف يحبك انت يا عهد. جرى اعمل ايه في قلب المكسور ده؟ ليه اعمل ايه في قلب داويه يا عهد، داويه داويه، وحاولي داويه؟ تنسي والايام هتنسيكي. بعد ايه عادل مش اخر البني ادمين، ربنا هيرزقك بالاحسن وهيعوضك بالاحسن. عادل مش اخر البني ادمين، وزي ما مضحوك عليكي برضه مضحوك تاني على واحده صاحبتي، وهروح برضه وهعرفها الحقيقه وهقول لها، عشان انا اللي هقبله عليكي وعليها هقبله على نفسي. اما انا اخويا بقى انا ليه معايا حساب تاني. ارجوكي فوقي لنفسك يا عادل، ارجوكي فوقي لنفسك، وخلي بالك على نفسك، ويتمنى ان انا ما اشوفش رقمك عنده تاني، ولو عوزتي اي حاجه كلميني، انا اختك في اي وقت. كتر خيرك يا ليه، كتر خيرك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا رب يدوقك نفس كسرة النفس اللي انا فيها. برضو مشغول. هو انت مش ساكنه في العماره اللي في وشنا؟ إيه اللي مطلعك هنا على عمارتنا؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ انا اللي المفروض اسالك السؤال ده، انت اللي مين وطالعه هنا تعملي ايه؟ اقول لك انا، انت طالعه هنا تعملي ايه؟ طالعه مستنيه عادل صح؟ عادل؟ انت تعرفي عادل منين؟ عادل اخويا على فكره. وعايزه اقول لك على حاجه، اخويا بيضحك عليكي، اخويا ما بيحبكيش. تبقى جوزها يا بنت انت، حتى لو اخوك جايه تقولي لي كده عادي كده؟ جايه اقول لك كده عشان انا بنت زيك، واللي مش هرضاه لنفسي مش هرضاه عليكي، وعشان انت اللي يخليكي تسيبي عمارتك وتيجي لحد هنا وتبوظي سمعه اهلك، وما تفكريش ان انت ممكن وانت طالعه العماره حد يقول لاخوكي ولا لاهلك، يبقى انت محتاجه. طب ايه دي وانا ايه اصلا؟ ايه اللي يضمنني ان انت اخته؟ مش يمكن واحده كنت مرتبطه بيه ولا بتجري وراه؟ اما تساليه قولي له لاختك، وهو شوفي هيقول لك ايه. لو رد عليكي اصلا ورد على البلوكات اللي هو حاططها لك. اصل انت ما تعرفيش ان انا كنت قاعده جنب عادل امبارح وهو بيحطك انت وواحده ثانيه بلوكات. فوقي لنفسك يا حبيبتي، عشان عادل مش بتاع جواز، وانا عملت معاكي اللي عليا وانت حره. انت كدابه وانا مش هصدقك. حول ولا قوه الا بالله. البنات دي اتجنت ولا ايه؟ يعني انا اما اروح واقول لواحده الحقيقه واجي معاها سكه ودغري خلاص يبقى انا كده كفرت؟ طب والله العظيم انا غلطانه، بس انا بعمل كده عشان خاطر ربنا، يا رب قعدهولي. هو في يا عادل، هو مش حرام عليك اللي انت بتعمله في بنات الناس ده يا عادل؟ هو في ايه؟ انت شفتي حاجه ولا سمعتي حاجه؟ عادل ما تبقاش بجح. انا سمعتك كنت بتكلم عهد بتقول لك ما بتردش عليا، عمال تذل فيها وعمال تقهر فيها. هو انت ناسي يا ابني ان انت ليك اخت بنت؟ واسراء الثانيه اللي انت منزلها من عمارتها وعايز تطلعها في وسطها. على فكره يا عادل انا مش هسكت، هقول للبنات دي انت بتضحك عليهم، يا اما انت حر هيترد لك فيا. اعرف ان انت ليك اخت. انا ما بعملش حاجه غلط وما بكلمش حد برضه يا عادل. واللي انت سمعتيهم دول يا بنتي دول مش عهد واسراء. انا ايه كده الفكره اللي انت فيها دي يا عادل؟ يا عادل اللي انت بتعمله ده غلط يا عادل. عموما يا عادل انا قلت لك وسيبها على الله بقى يا عادل، وانت حر. تمام ماشي. طب عشان خاطري كلمني طيب. طب هو انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب شفت مني ايه وحش طيب؟ طب ده انا حبيتك عشان خاطري مش تبعد عني. طب هو انت مش بترد عليا ليه وحطيتني بلوك ليه؟ طب انا عملت فيك ايه عشان تعمل معايا كده؟ حرام عليك، ده انا حبيتك.
تكون ده اخرتها. حبيتي مين؟ رد عليا، مين اللي انت بتكلميه ده؟ ما ترد عليا، بتكلمي مين دلوقتي؟ اهو انا مش قلت لك ان هو داين كداين وسلف ودين وقلت لك الكلام ده يا عادل، ولا انت اصلا؟ هات التليفون ده كده. انت ما كنتش بتكلمي حد. ايوه يا عادل، انا ما كنتش بكلم حد، ما كنتش بكلم حد، بس عايزاك تفوق لنفسك وتعرف ان ليك اخت وممكن يتعمل فيها زي ما بتعمل في اسراء وعهد. انا عايزه افوقك لنفسك يا عادل. دور على بنت الحلال يا عادل اللي تدخلها بيتنا وتصونك وتحافظ عليك. اذا كان اسراء ولا عهد هما الاتنين ما فيهمش عيب. شوف انت بتحب مين فيهم، مش بتحب الاتنين يبقى تسيب الاتنين في حالهم وتشوف لك واحده بنت حلال يا عادل. يعني انت بتعملي فيها مقلب مثلا؟ ايوه بعمل فيك مقلب يا عادل عشان تفوق لنفسك وتفوق ان انت ليك اخت وبكره يبقى ليك ست. ولعلمك اوعى تنسى ان دعوه الواحده بالذات بتجوز عند ربنا. لما بتبقى دموعها نازله وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل يا رب خد لي حقي، ممكن يجرى لك اي حاجه عادي، وانا ماليش حد غيرك. انا فعلا كنت بضحك عليهم ووعدتهم كتير قوي ان انا هتجوزهم. يا عادل انا رحت صرحتهم. طب ما انا كده شكلي هيطلع وحش وهطلع كداب مش قدامهم. مشكله يا اخويا، يطلع شكلك وحش يطلع شكلك كداب، المهم ان انت تخلص من الذنوب اللي انت بتعملها دي يا عادل. يا عادل انا اختك، انا ماليش حد غيرك يا عادل. ما عنديش استعداد واحده تدعي عليك تقول حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ياخده ولا يرده له في اخته هتقبلها عليا. ده انت مجرد مكالمه يا عادل ما استحملتش. فوق لنفسك يا عادل، انا ماليش حد غيرك، ابوس ايديك فوق لنفسك. عندك حق في كل كلمه، بس انا دلوقتي طيب وعدهم ومديهم كلمه ان انا انت بتحب اسراء ولا عهد ولا مش بصراحة بتحب الاتنين؟ انا ما حبيتش حد في حياتي اصلا. انا ما اعرفش انا كنت بعمل في نفسي كده ليه، مقضيها مع دي شويه وبتسلى بدي شويه وبلعب بدي شويه، والحمد لله ان انت فوقتيني في اخر لحظه. وانا فعلا لازم اوقف اللي انا بعمله ده كله وراعي ربنا فيك على الاقل عشان خاطر ما يتردش فيك ولا يترد في بناتي فعلا. ربنا يهديك يا اخويا ويصلح لك حالك.